السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. تشهد إطلاق جالكسي اس 24 السلسلة الكاملة اللي أطلقت البارحة في يوم 17 من هذا الشهر. والشركة ركزت بالمؤتمر على الذكاء الاصطناعي بصورة عامة، وهو التطور الواضح والأكثر وضوحا في السلسلة بصورة عامة. وسامسونج تسوي نقلة نوعية في عالم الهواتف من ناحية الذكاء الاصطناعي، وأنا أشوف باقي الشركات راح تهتم بهذا الجانب من الجاي، وتقلل الاهتمام بتجديد التصميم وتجديد المعالجات والشاشات وهاي الأمور. فنقدر نشوف إنه إحنا وصلنا لكمية كافية من القوة من ناحية الشاشات والمعالجات والبطاريات، وإنه تخليك تستخدم جهازك وبكل راحتك ولمدة سنوات معدودة. أما من ناحية الذكاء الاصطناعي فراح نشوف ازدهار في هذا المجال. كاسم تقدر تستخدم الشركات لتسليط الضوء على أجهزتها وللمبيعات أيضا وللتسويق. فسامسونج هاي المرة استخدمتها كتسويق للجهاز، وأيضا استخدمتها استخدام فعلي. فنشوف هواي تطورات بالذكاء الاصطناعي في هاتف الجالكسي اس 24 من ناحية إرسال الرسائل، الترجمة الفورية، الاتصالات وتحويل النصوص، كل هاي الأمور يعني وغيرها. فنشوف تطور رائع بالجهاز. أما من ناحية المواصفات للألترا، سوف نذكر الأسعار أيضا بالعراق. الجهاز راح يجيك بسماكة 8.6 ملم وزن 232 جرام، والجهاز راح يجي بظهر وشاشة عليها جوريلا جلاس أرمر الأقوى من جوريلا جلاس، والإطار راح يكون من التيتانيوم أكيد، والجهاز راح يجي بألوان جميلة جدا. راح يجي مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 68. والشاشة أكيد راح تكون الأفضل من سامسونج، الدايناميك أموليد ال تي بي أو 120 هرتز، أموليد 2 اكس اتش دي ار 10 بلس، وأيضا إنارته 2600 شمعة، وحجمها 6.8 انش، ودقتها الكواد اتش دي بلس. واكيد راح يجي بنظام الاندرويد 14 وواجهة الون يو اي 6.1. والشركة وعدت انه راح يجي تحديثات 7 سنوات، وهي ايضا من النقلات النوعية اللي شفناها بهذا الجهاز. والجهاز راح يجي اكيد بمعالج سناب دراجون 8 جين 3 حصرا لأجهزة سامسونج، مطور بالخصيصة لهذا الهاتف. راح يكون معالج قوي جدا، أداء ممتاز بكل النواحي. من ناحية الرامات فراح يجي بنسخة وحيدة، عندنا رام 16 ومساحة 1 تيرا بايت. سيستم كاميرات راح تشوفه رباعي، يعجب كاميرا أساسية 200 ميجا بكسل تدعم تثبيت بصر او اي اس، ومجال رؤية 85 درجة فتحتها 1.7. كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل فتحة 2.2 تعطيك مجال رؤية 120 درجة. كاميرا تليفوتو 50 ميجا بكسل تدعم فتحة 3.4 وتقريب 5 اكس ممتاز جدا، ومجال الرؤية 22 درجة. ايضا كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجا بكسل مع زوم بصري 3 اكس وتثبيت بصري او اي اس فتحة 2.4. كاميرا امامية راح تكون 12 ميجا بكسل، وجهاز اكيد راح يقدر يصور لك قطع بدقة ال 4K مع 60 إطار بالثانية و120 إطار بالثانية و8K مع 30 إطار بالثانية، ويدعم ال HDR 10 بلس والتثبيت ل AIS. عندك أيضا الجهاز راح يجي مع مكبرات صوت ستيريو ومضبطة من AKG للصوتيات، أكيد الواي فاي 7 الأحدث. وأيضا الجهاز راح يجي ببصمة أسفل الشاشة، وراح يجي بطارية 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع 45 واط يفوز 65% خلال نصف ساعة. وعندك شاحن لاسلكي 15 واط وعكسي 4.5 واط. نقدر نشوف أرقام شحن أعلى عند الأجهزة الصينية، بس سامسونج بعد محافظة على نفس الأرقام. الجهاز راح يبدأ بسعر 1,650,000 دينار عراقي لهاي النسخة، وأيضا بقية الأجهزة البلس راح يجيب بسعر 1,400,000، والعادي راح يجيب بسعر 1,000,000 دينار عراقي. أتمنى رأيكم بتعليقات، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. نلتقي فيديو قادم.